لما ضرب الله مثلا في البعوضة تعجب الكافرون وقالوا: كيف يليق بخالق الكون أن يضرب مثلا بحشرة صغيرة؟ قال الله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وبعد مرور 1400 سنة تظهر المفاجأة الكبرى والآية العظيمة: البعوضة أنثى لها 100 عين في رأسها، لها 48 سن في فمها، لها 3 قلوب كاملة في جوفها، لها 6 سكاكين في خرطومها، ولكل واحدة منها وظيفتها، لها 3 أجنحة في كل طرف من أطرافها، مزودة بجهاز حرارة يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء، ويعكس لها لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي مثل أنظمة الرؤية الليلية التي يستعملها الجنود، مزودة بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرها في جسم الإنسان دون أن يشعر أو يحس بقرصتها حتى تمص الدم، مزودة بجهاز تحليل للدم فهي لا تستسيغ أي دماء، مزودة بجهاز لتمييع الدم حتى يسري في خرطومها الدقيق جدا أثناء عملية المص، مزودة بجهاز للشم تستطيع من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من مسافة 60 متر. وأغرب من هذا كله فإن العلم الحديث اكتشف أن هناك حشرة صغيرة جدا تعيش فوق ظهر البعوضة لا ترى إلا بالمجهر. قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.